انهبلت هي عيونه ليش يعلن حمر؟ لانه حاطط فلاش. ايه مزبوط. بنتك اليوم يعني شغلت الكشافات تبعيتها عرفتي بس عم تبع. هلا يا هلا اخترت يعني. لا لا معقول نعتمد وانت مالك معنا يا حماتي؟ هي امي بدك تنزلي انت ام العروس؟ معقول؟ زالي شوفي شمال نفتل سوق. الله يسامحك يعني. نزلي شوفي شمال نفتل السوق كله حتى حماتي. تتذكر يوم الكنبايات؟ نرجع ننام طب ننام بدون ما حدا يهز لنا. انام انا بدون ما تهز لي ننوش هيك حتى بتزعل حماتي. العروس؟ تعي يا عروستنا وين رايحه؟ اشوفك عشتي تعي حياتي. لازم ام العروس تكون موجوده. شو بدك تاكلي هم ولا قلبي؟ اذا بتقربي على الشاورما لشو تمك. افتحي. بدي اكل شاورما. ايوه لقلي الشاورما هي. ما بدي اكل شاورما. افتحيها هي بس. معقول قال لي نص كيلو. نص كيلو بتطلع. يا ويلي وظلام ليلي. هيك؟ لا بس لو مالك عروس لا اسحب بنت امك. بسيطة يا وين عروس. بدك اياه؟ بسيطة يا عروس. هشتغل على العروس هلا. هيك بدك تاكله؟ هيك بدي اكل. شو جبال من الدهن تبعه. اجباري لانه في منهم ما بيكون هذا الزيت تبع الشاورما، في منهم بيجي هذا ايش اسمه؟ يعني ما بعرف شو بيعملوا خلطة وبحطوا ما بيكون الزيت اليوم. ما بعرف. بس ما يكون نزل على الزيت اللي بالارضية لانه نبهته انا. ليش عم تلمع كتير؟ حبي من انا ما جربت هدول. نشطف تمنا بنشوف فيها اليوم بلا البوظة لكن بنجرب هي. شو بطنك عم توجعك؟ اي والله ما بعرف بشكل من سلامتك يا عروس. نعم سلامتك يا حمامة. رطوبة وجوع عم يضرب فيها قيسيات ورطوبة وهيك. فمغصت. مانو بيعت لي تون. خلى البحث باكل. في اوكي. هلا المانويز تبعه بتحطه مع المانويز زيت. لا حب نحط زيت سيارات. زيت نباتي مهردج بتحطه عن جد؟ طبعا زيت هيك شو بدي احط؟ ما بمشي حالي. بس لا عادي على فكرة. خلص ما بكتر منه. بس علبتين. هذا كريم توم ما بدي. بس علبتين. لا ما بكتر. بدك تنبلع معي ابوس ايدكم. ما عم بنبلع يا اخي. خذي سخني حبيبتي. اعزمكم على ساندويتش شاورما. يكون غير شيء مو ساندويتش. هدول يضلوا تركوا لك اياهم. انا اكلت ساندويتش منيح اللي بقي لك حبيبتي. لحقي الله صحتين. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. فروجين بروسلي جبت. فروجين بروسلي. هو هذا الفروج الاولاد كلهم بيحبوه. اي صح. بعدين شو اسمه انا اكلت فخم. حطيها هي والصفط سخنيها حبيبي. حبيبتي هي بدك تسكبي من هون؟ لا اوكي. هاي حطيها هيك مثل ما هي بنسخنها. لا ما بسخن. خليني اسخن قبلك لانه بتوقع انا اهم منك. هذا لا هذا ما بصير. ما فيه شيء كرتون هاد. لك لا في هذا اللي بيلمع. شو بيلمع؟ لك ماشي شيليها هي والخبزه. بظن هاي الخبزه ما بتزعجني. انا خبزه. هي والخبزه تبع. هاي بحب الشغل. راح تتذكروا قبل النظام الغذائي وقت ضربت ثلاث سندويشات وسندويشة منوش هذا اكلت ما تتذكرها. ممكن تجيبي لي شوكه؟ لا انت عروس ما بصير تقومي. انا بقول بجيب الشوكه. ولا قال لك بلاش شوكه. شغل مكيف وشوك. ايه دقيقه في تحتها خبزه. شو بدك تشيلها وهي؟ نسحبها يا رب ما تتشقف. شلون بدي اسحبي لي الخبزه هي مسقسه. عامل لك اياهم طوال. ايه احلى. يعني ما عاد اتحمل. اعطيني شو طلع الشاورما من عشاق الشاورما انا. ما بتعمل شيء. يا الله. اسحب شو بالي ريت شو احلى شيء بعدين تحول. يا سلام صحن هالشاورما هذا. بعدين صحن هالشاورما اخر هالليل. يعني انتم كوننا انا وانتم عاملين في منهم ماشيين معي بالنظام. شلفطت هاي. يا امي بالحمصه يا امي علقانه فيها وحده شاورما. يا ولوم ما زال هذا فيه زيت التوم فما بدي اكتر انا توم. عرفتوا ما تكتروا. كلوا ان شاء الله ريته الف صحه وهنا. مطرح ما يسري يمري مطرح ما يقعد يأسس ويبني. امين ان شاء الله. الظالم بشتهي على الشاورما بلاقي المحلات كلها مسكرين. كل ظالم وظالمه
تشتهي على الشاورما وانت عم بتشوفي ريتشو اذا ظلمي حدا. كل ظالم بيشتهي على الشاورما وبلاقي بمحلات. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا نسمي، الله لا يوفق كل ظالم. فكرتك اعطيني تسمي بقلبك. يا امي ويا اختي. ان شاء الله قصيت اظافيري ها؟ حلو ان شاء الله ريته الف لك مو عريس؟ كلها مسكره. خليك على الدعوه لقيمه. الشاورما طيبه بالليل اخي، عن جد الشاورما طيبه بالليل. اهلا بعروستنا، اهلا 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 ومرحبا. شو هالتصوير هذا؟ سخنة كثير سخنت انا ما انتبهت. طلعنا من شان الكشافات، عرفتوا؟ شايفين شو؟ ما كان لازم الله يكون بعونه اللي عم يحضرني مسكرين محلات الشاورما حواليه. انا والله ما دخلني بس سخنة بتقرمد. ها بتقرمد او كترتي عليها عادي. طيب الشاورما تتاكل وهي باردة طيبة. لا يعني فجأة يعني في شغلات كنا نسينا ذكرناهم. كان حسابك ما رح ناخذ معنا اغراض كثير. شلون يعني؟ انه 20 برضه لا ما تكتروا توم ماشي بس شوي ما تكترتوا ان شاء الله. ريتوا الف صحة وهنا. هاتوا لا احط لكم بطاطين هن جوالجوب ما في مجال. ما بعرف شو كنت ضغطنا كثير قبل السفر. اجباري. لا حسيت شغلاتنا كثروا زيادة. بكرة فول وحمص بكرة استيقاظ باكرا، مواعيد فول. هلا بكرة نكشتلي كم محل فساتين كمان. عندنا شغل كثير بكره يا امي دخيلك. هون هيك هي لألهم ما لإلي، انا ما بدي اكلها، ما بتعرفيني ما باكل زيوت. لا زيوت منخدجة. ان شاء الله الف صحة. لا لهم بس مين اكلها؟ ثقيلة مو؟ هيك خلص المخرج بياخذها. يا انا بدي البسها يا هو. كيلو مالي حاجة بالطيارة انه مالنا. ايش كلياتنا 20 كيلو؟ لا كل حدا 20 كيلو. هيك اوكي انا 20 باخذ من عندك 10. نعمل بد. شو رايك يا ننوش؟ نعمل شيء مجنون. تلبسيها وتطلعي على الطيارة. والله تسافري من الامارات من دبي. لا عم تستنوني اقول لوين؟ لا عم بختبر ذكائكم. ما راح اخبركم. مثل على والله طلعي فيها بالطيارة. لا والله ما حكون مرتاحة. والله بدك تتحمل، هي ذكرى، بدها ذكرى حلوة هي. طلعت طياب بفستان العرس؟ ايه مجنون انت شيء قاعد اشحط فيه بالمطار وهيك؟ عادي انا بشحط معي. لا بلشنا. والله ذكرى حلوة. هو ايش عباله؟ انا بدي البس، انا بدي امشي. قصدي انت الدا وانا الدا، بس قصدي انت مانك اخذي، ما رح تاخذي من هدوليك الهشتك بشتك اسمهم حنكالوز. لا كلهم تقال. والله حتى اللي عجبني تقيل. دولو لك تقيل انت ما شلته. اقسم بالله كل ما فيه شي 2 كيلو كنت مو تقيل. نعم ايه قعدت اعمل لها هيك لكن ما الله خلت الله معضله. كثير تقال. عمري في عندك قماش في عندك تطريز، فاي فستان احنا ايه حيكون ثقيل. نعم كوزن. بس عادي ذكرى حلوة. ماني مضطرة اشوب، ماني مضطرة يعني اتضايق بالقعدة، ماني مضطرة اشحط فيه. طيارة كلها 6 ساعات، ايش بده يصير؟ اها هي قربت لكم يعني. تسمع ايه ما العروس لما بيكون يوم عرسها انه عادي. حبيبتي حبيبتي هذا العروس مخلل عمره 1000 سنة. ليش؟ ما حبيته. في مخلل تبع المطعم بس انا حطيت لانه لا بالعكس كثير طيب لعنا. بتروح الكوافير وبتخلص وكل شيء. بدنا نكون قبل 3 ساعات بالمطار.
ايه بتضلي لابس 9 ساعات، بتضلي لابس اياها ساعة، خلي 10 ساعات. كثير صار له يعني اهترى. يا حمدي هيك ها. احلى شيء الشاورما، هو هيك عم بيعمل هيك بالسيخ بالتشنتياني اسمه. هو عم يعني هاي لا قصدك بالسيخ. السكينه يصير يجيبي من عطو اذا حبيتي عجبتك عروستنا الحلوه. عروستك الحلوه وبتنزل هيك عم تعمل هيك الشاورما، بتقبشني ما احلاها. نوعية البطاطا بتجنن. خلص اذا جننت انا ايش قرصني من ايدي؟ ما عشان قصة قبل العرس. اجباري هيك مش عم تنقهر العروس عن جد، تنقهر مسكينه. على فكرة في بنات بكتير توتر والضغط يعني. بتمعك تطلع لي حبه هون بنص انفي. ان شاء الله هي الحبة تروح قبل العرس عشان ما انجلط. عن جد هي سمعت في عرس او مناسبة خلص عملت لي هيك قبل الفورديشن هذا بنمعك في العريس الصبح مرعوب، وشو هي؟ فكرة حبة سنة. وين رايح الفورديشن؟ يا ما بدي اشوفها بلا فاونديشن. على اساس نحن ما نتزوج ما شفتني بلا مكياج ومع مكياج. والله انا انا بدي اوعظ يعني شوف هيك يعني شلون لك؟ والله حبيبي ما خلقنا من بطن امنا جينا هيك خلقه رباني ما مكياجنا ونزلنا. صح صح. فاللي بده يحبنا لازم يحبنا بكل حالاتنا. ايوه بده يحبكم. فيعني الزلمه لما بده ياخذ بنت الحلال فلازم يحبها بجميع قلت اللي بده يحبنا فانا بحبكم. انا عم بحكي جمع بصفه بنات جمع. تمام؟ اوكي. فلما الزلمه بده ياخذ بنت الحلال لازم يشوفها بجميع اشكالها، يعني بمكياج بدون مكياج، معصبه، رايقه، متضايقه، مبسوطه، كل شيء. تمام؟ صح. ايه الحمد لله انك انت شفتني فيهم كلياتهم. الحمد لله. الحمد لله. هذا جزر مخلل ولا جزر عادي؟ ما مخلل. شو طيب؟ تعرف شيء. على فكره ما مجبور تاكل نص كيلو. ما راح اكل نص كيلو، انا بدور على الخبز اللي تحت. ايه سلامتك. لا ما بطعم ريتشو. خلي اكل له وحده، صار له ساعه واقف، انت عارفه طرقته هو عمل لي. بهاراتها كثير قويه، زيت منها شوي انا. بكره الصبح قبل ما نطلع بفطاره وبنروح. امبارحه عن جد عم بقول لريتشو اليوم الصبح انه ما جاني نوم. امبارحه طلعت الساعه 4 على اساس انام، ما نمت ل 6 ونص وانا اتقلب. ليك ما بعرف ليش ما واني نعسانه انا ما كنت اقدر. قال لي هاي قلق السفر. عن جد بلشنا نفكر انه كل السفره عشان نشتت كذا مكان، انه يومين هون يومين هون يومين هون، عرفتوا شو؟ حركات انا. الحمد لله شو ما بقدر والله. هاي حتى اليوم حجزت شو حجزت؟ ابدع ريتشو. ايه بس ما حجزت. ما كفيت افتح مال. مالي صفي انا اقوم في قدامي شاور ما عم بحسنهم. بس هي حاجتك بس خذي يلا شيل. حاجة عمي بشانك انا. اليوم مجهز اغراض السيارة معنا انه امبارحة حصلت جهازنا عندي بحسابي ما جهزت وين النوش؟ ليش ما جهزت؟ ليش ما؟ هي لسه في الطلبية. الله يكبر شانك يا حبيبي انا بشانك، تعرف ليش؟ نعلي مقامك. عشان بدت العرس مو بشان شيء. ما هي والله يا عريس ماني ناصح. لا في واحد مثل الدبكة عم بلبس بدلته، هو عم يرقص بقعد فتق بنطلونه قد ما له سمين. يلا منك يا ريتشو انت واحد. لا زي اشبك في واحد كل واحد مثل البغل عم بلبس ايش اسمه، خلينا نحكي. لك اشبك عم نمزح انت كمان. انا مالي سمين، انا ما يعتبر ناصح على كبه المزمرين. مرة حضرت عرس والله فتق بنطلون العريس ضحك العرس كله عليه. نعم فتق من نص هيك من ورا ابدا من على نزل على الارض في رقصه هيك، بنزل هيك وبطلع بنزلته عمل هذا من نص شو اسمه. نحن عنا ذكرى حلوه، لا ذكريات حلوه. ايش يا بتحكي جد؟ والله شالوه بدهم يرقصوا وهو بعدين حمي بده يرقص خلص، يعني ما فيها شيء. بس يتزوج العروس والعريس مين هو مثل الدب كمان
عمل دايت قبل ما تتجوز؟ بيجي مثلا بيكون شاهد على زواجهم، نحن عندنا بنسميه شبيه، بينخشب دبوس صغير. منين اجت توم؟ ما شفت عليها توم. انت حطيت فيها توم حبيبي. مسكتها بالقلب معناتها. بيجي مثلا الشبين بينكش العريس بدبوس صغير، اذا العريس طلع صوت والله عندنا هيك، اذا العريس طلع صوت معناته ما بصير يطلع صوت هو، هي تلاقي بيجقوا بالامر ما يطلع صوت؟ ايه دبوس ايه تمام. مثلا بتسموه الشاهد، نحن بنسميه الشبين، تمام. بيوقف شاهد على الزواج بشكل العريس خاصة بطيبة قلب. شكله بطيبة قلبه؟ لازم ما يطلع صوت، لك شكة هيك انا بس اشوفها بصيح قبل ما يشكها. هيك شكة صير. هلا كل حدا له عاداته وله هذا هيك قصص يعني، عرفت؟ اكلتي كف مرتب منه قلتي لي؟ اكلتي كف اسمك نجاح؟ بتعرفي ما اكون بداله، اكون نايم ومرتي تفيقني واسمها نجاح. لا خليها ترسب، خليها ما تشم النجاح حتى. شلون بتفيق؟ يخرب بيت عدوكي، شلون فيقتي هيك؟ نعم منيح ما جبتينا مسبه، منيح ما قال لك هيك عليك وعليك شو، منيح ما قال لك حكى له شي كلمه. ولي الله يستر ما يكون حكي له شي كلمه وانت عم تبيضي له وجهه عندي الله يخرب بيت عدوك. لا ما تعمل هيك، لا تكون زلمه جاي من شغله تعبان ملعون سلافه تعبان، تكون نايم والله مرته الساعه 1 بالليل قوم جيب لي شاورما. والله لا رسبك كنت لو بدل رسبه. نطت 3 درجات ما بحسب لا تروح تقول من هلا عم بقول لك هيك انواع من انواع الكومنتات. شو في السؤال؟ تقري لا ما بحسب لا ننوش وينها هي تقريها بس كأنك ما قريتيها. لازم تشوف ننوش من ننوش شي اسبوع من زمان عشان عن جد صار لها بهجه، صار لها بهجه اكثر. كانه حدا ايام زمان كان يخلوا العريس يشوف عروسته اسبوع كامل. ما بحسب ما بيخلوا حتى يشوفوا العريس. ما بحسب بموت. العريس ما بيشوف عروسته بالفستان ابدا. بيروح بتطبخي باسبوع ايش بدي اكل انا؟ الفال مو منيح. شلون اسبوع ايش مش بدي اكل انا؟ لا الجواز بدك تضل تطبخ لي بعد الزواج لكن ننوشه. مشان اطبخ لك؟ لا حياتي بس انا ما بحسب بعد عنك. انا بوبو طفل، انا ما بحسب بعد عنك يا اخي. صح هذا شايف في على صوتك، وطي صوتك. وانتي شو تمك اسكتي. ما بحسب بعد عننا مشان بموت. ماشي يلا بستناكي على السهرة يا عروسي، يا عروستنا انتي. جينا على البيت ونحن جوعانين، فريد شو موصي هون على شاورما. يا سلام، سخنت له اياه وقليت هيك صحن بطاطا على السريع، وانا هدول رح اكل ونحضر بس حلقة زومبي. لابد من حلقه الزوم ضروري، لانه بصراحة صار كثير حماسي. صار سام ان شاء الله يطلع لك صار زيادة، بكره عندنا في بكير كمان. انا هذا سام كان بشري بعدين تحول. خلينا ناكل، حضر غد سهرة معكم نحضر بعدين ننام. ما في تاخير يوم سداد وكذا. هلا في عندي رفيقتي على شو اسمه على السكربينتا، كتبنا نحن يعني البنات كلياتنا كتبنا على شو اساميهم؟ ايه بيصير. مشان يجي على النصيبه. لا يا حبيبي بلكي وحده اسمها يعني على اسم مثلا ما بيصير. لا هذا ما هو مضبوط. والله في عادات تقاليد ما بعرف اسمه. المواليد تبعونا وهيك عشان يجي نصيبنا. ما بعرف في عادات تقاليد بالعراس. بيكتبوا على اساميهم على سكربيناتهم؟ لا على سكربينة العروس. في منهم بيكتبوا مواليد، في منهم بيكتبوا اسم. يعني مثلا انا في على سكربينة العروس بيكتبوا تقاليد بعراسكم. العروس اهم شيء. شو بدي بالعريس انا؟ بروحوا اكتبوا عند فريد شو العريس شو بيعمل. في قصص كثير. مثلا في عالم بتحني كيف بالعراس بيعملوا. هلا اكيد انا ما بعمل فيهم. في هيك شيء سامع عنه ما بعمل فيهم انا، بس انه هيك نتعرف على بعض اكثر. اكتبوا لي انتم شو بتعملوا. في عالم ما بتحني، احنا عنا حنه. في عالم ما بتحني، نحن عنا حنه. في شو كمان، في كثير عادات تقاليد نحن مثلا بنعملها، بنتشابه مع غير عالم. في عالم ما بتعمل مثلا هريت شو ما بيعملوا حنه. صارت لا نحن ما بنعمل حنه، نحن بنعمل حنه. في يعني الا ما يكون في عادات تقاليد غير عن حدا.
هات نتعرف على بعض اكثر. اكتبوا لي انتم شو عملتوا فيوهات عرسكم، شو الشغلات اللي عملتيها مثلا مع رفقاتك، خبروني خلينا نتصير. والله حديث انا كثير بحبهم. شوفوا انا بحب اكيد رح يكون في شك بالفستان، مو انه بالمره ما في شك، بس الشك يعني كل حدا فينا بيحب طريقه شك معينه. انا بس شفت الفستان الثاني اللي لبسته فيه شك وثقيل، بس الشكل موجود فيه ناعم، يعني ما أنا معجق. في وانتي بتاخذي القياس اللي بدك اياه، يعني بدك اياها كثير، بدك اياها وسط، بدك اقل، يعني مثل ما انت بدك. بس انا ما بحطه بالفستان عشان الوحده مليون موديل للشك. فالفكره اكيد رح يكون فيه كل اللي قصتهم لهم التنوره تبعت النفش، بس هن مو حاطين. قالت لي هاي اكيد رح تكون موجوده قيس وهيك، ما تتعذب بالقياس وكذا. قالت لي انت اعتمدي، واكيد بس بدك تقيسي الفستان تعتمدي عليه، فاكيد انا رح اقيسها مع النشر لحتى احدد ايش قد بدي اياها. طبعا لازم يكون فستان مميز وما استعجل بالاختيار، اخذ وقتي فيه، بس ما عندي الوقت الكافي بصراحه انه كل شيء صار هيك. يعني نحن مخططين موضوع العرس وكل شيء، بس موضوع السفره اجى هيك اشتركوا فجائي يعني، فلهيك ما معي غير كان اليوم وبكره. واليوم على اساس كنا لازم نطلع بكير، بس ما لحقنا هذا اللي صار، فما علينا. راح ان شاء الله بكره انهي موضوع الفستان اذا الله راد، ننهي الموديل. يعني اختاروا كل شيء، اكيد راح يكون في عليه بعض التعديلات ان كان طول تقصير او عند الصدر او القياس، يعني بشكل عام. فلازم بكره ان شاء الله اذا الله راد وخلص موعدنا الصبح، نخلص كل امورنا وبعدها بننزل على السوق. عندي بكره كثير تعب، انا بعرف هذا الشيء، لانه اساسا اليوم ما نزلت غير ساعه ونص يا دوب، بس حالي تعبت. ما استغلت 3 فساتين جدا تقال. انا قلبي لي ريتشو، قلبي لي لبسيه وطلعي بالطياره، شو اللي جابتني؟ قال ايه معلش كاسر، هو خفيف قلبي لي خفيف، كانه هو اللي اسف، انا اللي قسته. والله العظيم ثقيل. اغلب فساتين العرس كلهم بيجوا تقال، هذا الشيء معروف من ورا القماشه والبطانه وكلهم تقال. ما قست واحد حسيت انه خفيف كوزن، كلهم تقال بصراحه. فلنشوف بكره. حتى يعني شكل النفش هي ناستهم بدون تنورة النفش، وبتيجي هنا كمان الشك، ويعني فيه كثير قصص، فتقيل كله اللي لكن ما رحنا، ما عجبني غيره. يعني حلوين بس انا ما حبيت لإلي، يعني إلي بالذات. فلنشوف بكره ان شاء الله، هيك رح نتوفق مع بعض، واكيد رح اخليكم تختاروا معي يعني. وبكره بس بدي بعد ما اخلص امور رح ارجع البيت اخذ ماما كذا محل كمان رح اروح اشوفهم، وان شاء الله يا رب نتوفق ويكون كثير حلو. هلا انا عجبني بس فستان واحد، ما بدي اتسرع. كنت عم احضر اغراض السهره، فقرتكم المفضله. كثير بتحبوا فقرة تحضير اغراض السهره كثير. كل الشغلات اللي مشان يضلوا ذكرى، فيديوهات حلوه لنا، ورح اخذ بدال ال 100 صوره اخذ 1000 صوره اللي يضلوا ذكرى في كثير. وننزل على السوق، كمان ماما كمان تنقي معي، ماما ما تنقي معي، بس اليوم قالت لي انزلي شوفي الموديلات قالت لي ان شاء الله جابني عرفت معك. ونلبس يعني نلبس بدله بيضاء، ونلبس كمان طقم هيك، وناخذ صور ونعمل يعني هيدا الذكرى لنا، عرفتوا كيف؟ فان شاء الله رح اعمل، طبعا رح اصور هاي الاشياء مثل ما قلتي، لانه بضلوا ذكرى هدول تفاصيل الميك اب، اللباس. رح اخذ الريلزات مع ريم. بعرفك ما رح تختاري اليوم، فقلت لها انه اوكي اكيد ما رح اختار اليوم، انه ساعة ونص مين بدها تختار فستان عرس ساعة ونص؟ لا، بدي انزل، بدي اشوف موديلات، في حركات رح نعملهم بالصور. عن جد في اشياء كثير انا محتفظة فيه لحتى ناخذهم كصور كثير. اكيد ما ننسى المخرج رح يصور لنا الصور اللي بتجنن، اللي هو معنا صار له من 4 سنين. فان شاء الله يا رب كل شيء يكون حلو ونتوفق بكل شيء. طبعا الميك اب والشعرات رح تختشوا، رح نعمل كثير قصص حلوه ليضلوا ذكرى لنا، لانه نحن من الاساس عاملين هذا الشيء ليضل ذكرى لنا. يعني نحن من زمان لما حكينا الحكي كان اول عيد زواج لنا نتذكره، قال لي ريتشو ان شاء الله اذا الله راد رح نعمل عرس، وكيف خلي قلبكم على كومنتاتكم الحلوه، انتم مبسوطين وفرحانين وعم تشاركونا فرحتنا. والله العظيم اغلبيتكم كتب لي كانه اخذنا معي،
رح نختار شي سمبل يكون هيك هادي. بما انه شعرات يعني طولانين فاكيد رح ناخد موديل كتير يكون. بعدني عم بحكي طلعت واحد بالكومنتات اللي عن جد بس اقراهم هيك قلبي من جوا بفرفح، يعني من كتر ما عم محبة الناس. حماس عندي مو مليون، تلريون اكثر من مليون عن جد. بكره بفتح كيس جديد عشان نحط هون. ما راح يكفي. انا عندي مكسرات صحوني بس انتوا حفظتونا. حلو هيك وسمبل كتير. كمان تعالوا نحط البذر، انا البذرات عندي خالصين. رح تختاروا معي كل التفاصيل. وكمان الجماعة اوكي ما بأثر هاي النتفة حطها بعدين. اوكي وراح احط من هدول المكسرات كتير بحب اوريكم ايش قد هن فرحانين لفرحي. والله العظيم دخيل لكم على المحبة اللي بتجنن، وانا كلياتكم بحبكم، بحب شارككم يومي وندردش مع بعض. صدقا محبتكم فظيعة، بتشكركم من قلبي على المحبة ومش قد بتفرحوا على فرحنا. قررت اني حاجزة موعد كمان نروح نعمل الرموش ونعمل اظافير تبع العرس. انا كتير متحمسة كتير ومش كده قلبكم انا. تعالوا هلا العروس كانت كسرت غلط السهلة. تعالوا نحط البذرات اللي خالصين عندي، ما في بالقميص لازم نفيق، فلهيك ما رح نتأخر عن جد السهرة كتير. انا اساسا ما بعرفش حاسة بنعس فظيع، بس امبارحة يعني قمنا من الحلقة ونحن بدنا نكفيها. سألي ريتشو بكرة بنكفي يعني خلص، هيك قال لي بنحضر حلقة اليوم وبنطلع بالليل. هذا كمان هلا شوفوا عن جد الساعة 12:30 2 بالكتير لازم نكون نايمين. الساعة 8 هاي الكاجوال بالذات ريتشو كتير حبه، بس بيروح على المخبص بالإضافة في نكهات بس ريتشو حبه بالذات. لك انا كمان دمعت هنيك اقسم بالله. قعدت اتخيلي الله وقت يوم العرس وكذا وبس بدي احط ميك اب ان شاء الله لا ينتزع المكياج. نحن البنات بالعرس ليش بنحب ننزع المكياج؟ يعني خلص نحاول نمسك دموعنا هيك عشان ما ينتزع الميك اب ومشان شيء. حشوبات لازم نسيطر على دموعنا ما بصير. انا هلا عم بحكي هيك بس حالي وقت يوم العرس يعني دموعي لا ارادي راح يصير لا بس عن جد لازم هيك. هيك شهيق زفير كرمال ما ننزع الميك اب ونطلع بكامل اطلالاتنا الحلوه، وكمان لانه عشان ناخذ صور ما يكون هيك مكان الدمع معلم وهيك ما بس. رح احاول قد ما فيني ما يدمع عيوني ما يدموا، مع انه انا بعرف حي بس حدا يمكيجني. يوم عيد ميلادي كان يوم عيد ميلادي السنه الماضيه لما مكيجتني اسراء لك عيوني ما عاد يهدوا دمع وانا ما في شيء بس هيك حرام. بالرغم مكياجها كتير حلو ونظيف وكل شيء، بس انا عن جد ايام حتى بيوم عيد ميلاد مين كان ريتشو عيد ميلاد ريتشو الماضي كمان عيوني جننوني، خاصة على اليسار بتجنني ما بعرف شو بصلها فجأة. يوم المقابلة كمان يوم المقابلة الأخيرة اللي رحناها بالرمضان كمان عيني هلكتني بيتدمع ما بعرف ليش هيك. بحس أيام بالمناسبات ضروري إنه هيك اللي بدي أزعجك بدي أدمع ضروري. طبعا أنا من فترة مو أساس جبت وصفة طبية من عند الدكتورة جود وهيك وأساس جبت الدواء قلت لكم انتهت الوصفة وما رحت جبته، فضروري امرق جيب وصفة الدواء مشان ما تطلع لي حبة تانية. في حبوب قلت لكم كانت ناعمة هلا خفوا شوي بس بدي هدول تحت قلت لكم وقتها من الشوب وهيك صار يطلع لي حب ناعم الحساسية وهيك، فجبت الدواء جبت الوصفة يا ربي وما لحقت اجيب الدواء. مدت الوصفة 3 ايام فتركتها 4 انا امتى رحت رابع يوم عاد اجيب الوصفة. المهم اللي صار انه ما قدرت اجيبها، فلهيك راح بركي امرق اخذ وصفة جديدة وناخذ من الدواء كرمال بشرتنا الحلوة ما يصير اي شيء. فكرة الحبة ما بعرف ليش طلعت لي فجأة ايش السبب. حبة المناسبات صحيح خبرتكم
ان شاء الله تروح باقرب وقت. هدول خليهم تحت شماطة طلعوا نازلة. شو طلع عندي؟ بدي احط بندق وفستق. هيك بنكون خلصنا مع شيبساتنا اكيد.